عام 2022 عندنا زاد نساء اللي شاركوا بأعمار تفوق 80 سنة. في تونس 22 تونس تحصلت على المرتبة الأولى. احنا نوصلوا نعطيو حتى ل 700 ميدالية للمشاركين. تيليشارجي طور باش تطور فيه مهاراتك، علاقاتك، صحتك النفسية والبدنية وأكثر. تيليشارجي طور من الستور الكل وتمتع ب3 أيام مجانا. عسلامة نجح. معز محوشي، مدير لجنة تنظيم تونيزيان أوبن ماستر. الدورة هذه تنظمها الجامعة التونسية للسباحة. الدورة جاية بتصير من نهار 10 ماي حتى ال 14. ال3 أيام الأولانيين هما في المسبح الأولمبي برادس، يجمعوا المسابقات المعمول بها حتى للصغار، يعني فيهم ال50 فيهم ال100 فيها ال200 فيها ال400. 50 سباحة حرة، ثم 50 على الصدر، ثم 50 على الظهر، وال50 فراشة في نفس الحاجة في ال100 وال200. عندنا زاد ال200 متر متنوع اللي فيها ال4 سباحات. الفئات العمرية متاع المسابقة هذه تبدأ من 25 سنة فما فوق، معناتها تكون 25 29 تكون فئة عمرية 30، وإحنا نبدأ طالعين ونخلطوا حتى ل90 سنة. وهذا صار في تونس وصار زاد عام 2022. عندنا زاد نساء اللي شاركوا بأعمار تفوق 80 سنة. المشاركة تكون زاد عن طريق جمعيات، يجب يكونوا عندهم دي ليسانس إجازة في السباحة، ويكونوا ديجا عاملين كنترول صحي، خاطر السلامة متاعهم هي أول حاجة. دونك نفرضوا عليهم ونفرض على كل مشارك أن يكون منتمي للجمعية. المسابقة في المسبح تكون حسب الأوقات، كل سباح يعرف الأوقات متاعه، والنتائج هي اللي تفصل بالأعمار، شكون الأول شكون الثاني شكون الثالث. احنا نوصلوا نعطيو حتى ل 700 ميدالية للمشاركين. بالنسبة للبحر نعملوا كيما في الماراثون، كل مشارك عنده ميدالية ذهبية للمشاركة، ومن بعد نخرجوا نشوفوا الريزولتا ونعطيوه زاد الهدية. بالنسبة للأسامي الكبار اللي باش يشاركوا، عندنا ريفيرونس مونديال اللي هو نيكولا غرانجي، اللي متسمي 3 مرات أفضل سباح ماستر في العالم، عنده 29 لقب عالمي. عندنا زاد كارلين بايبس عندها 229 لقب عالمي. الأبطال التوانسة اللي شاركوا، عندنا أبطال عالميين كما ليلى الدشراوي 5 عالميا، بطل معروف سمير بوشليغ شارك معنا. عندنا فتن غطاس بطلة تونسية شاركت زاد معنا في المرة الأخيرة. عندنا كريم جنحاني اللي هو بطل العالم اليوم رغم ال40 سنة في عمره، اللي هو بطل العالم اليوم في المياه الباردة. الميزة نتاع المسابقة هذه أنها فيها ما نسميوها لا سبيسيفيسيتي تونيزيان. السبيسيفيسيتي تونيزيان أنها تجمع بين المسابقات في المسبح والمسابقات في البحر. ما فيهاش الميزة هذه الوحيدة، لأن احنا نستقبلوا المشاركين نستقبلوهم في المطار، حتى للنزل حتى للمسابح حتى للبحر، ونقعدوا معاهم من اللي تبدأ الدورة حتى توفى الدورة، اللي هو موش موجود في حتى دولة أخرى. في تونس 22 تونس تحصلت على المرتبة الأولى، اللي كانت ممثلة بالفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، وكانت في المرتبة الثانية الفريق البلغاري، والمرتبة الثالث الغويان الفرنسيز. اختيارنا للملتقى هذا ماهوش اختيار فقط للرياضة. هذوما الناس يتنقلوا بحكم الأعمار متاعهم من 25 الفوق، لكن الأغلبية نتاع المشاركين أكثر من 50 يتنقلوا بعائلاتهم بصغارهم
باولادهم باحفادهم بعد ساعات، حتى كي يطلبونا في البيوت في النزول يطلبوا 3-4 بيوت كوميونيكات، معناتها عائلات كامله تتنقل. احنا ناخذوا بعين الاعتبار التنقل هذا وجاينا من تونس باش نعرفوا بتونس ونعطيوهم الفرصه انهم يكتشفوا بلادنا على طريق البرنامج كي نعملوه الصباح، نعطيوهم للتنقل يمشيوا لسيدي بوسعيد ولا يمشيوا للقروان ولا يمشيوا يكتشفوا اي منطقه من مناطق البلاد التونسيه، والعشيه يعملوا المسابقات هذه على 3 أيام، والنهارين الاخرانيين زاد كيف نعطيوهم الفرصه انهم يكتشفوا بلادنا انطلاقا من حمامات ويتمتعوا بالشمس نتاعنا ويتمتعوا بالبحر نتاعنا.